يا مساء الهنا والسعادة على متابعيني الجمال، يا رب تكونوا بخير دايما. الجو حر. تعالى أقولك بقى، لو طالعة مصيف راح تقضي يوم برا انت وولادك واخداهم ورايحة تدريب في النادي، هتقضي اليوم كله في الشارع وانتي مش عايزة تجيبي تيك أواي عشان صحة الولاد. عايزة تعملي كمان تجهيزات لمناسبة لعزومة، تجهيزات لأي حاجة. النواشف معروف إن هي الجوكر وكلنا بنعشقها. متهيألي السندوتشات والصواني اللي هنعملها دي مش هيختلف عليها اتنين. كل الولاد بيحبوا الطريقة دي، وهقولك كمان ازاي تفرزيها وتاخديها معاكي في أي سفرية. وديسبوسيبل كمان، مجرد ما بتستخدميها هترميها ولا تتعبي نفسك. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها مع بعض ازاي. هنسمي الله وندخل في وصفتنا على طول. المكونات بتاعتنا: فلفل ألوان، ممكن نستبدله بفلفل رومي، فلفل سبايسي حسب الموجود عندنا. عندكم بواقي في التلاجة ممكن تطلعوها وتشتغلوا عليها، هيبقى طعمها في منتهى الجمال. ما تقيدوش نفسكم بحاجة. في ميكس زيتون، ممكن لو في مخللات غيره. اوكي، عايزين نقتصد شوية فقلنا بدل ما نعمل لحوم نجيب بسطرمة. انا كان عندي الطبق ده هشتغل بيه. وده ميكس جبن حلو جدا. الحمد ده من الأنواع المعروفة. ده رومي على موتزاريلا على تشيدر. النوع ده جميل واستخدمته قبل كده، كان في منتهى الجمال، بس أنا استخدمت منه الموتزاريلا. تعالوا بقى نشوف معانا لفة الجلاش، لازم تبقى طرية زي ما شفتوا. تعالوا نعمل بقى الدريسنج أو الصوص اللي هنسقي بيه ونورق بيه في نفس الوقت. 3 بيضات عشان أنا هعمل 3 صواني. بعد كده هتجيب معلقتين كبار من السمن البلدي أو الزبدة زي ما بتحبوا. شوية من أي نوع زيت بيور، مش كتير يعني، حاجة بسيطة. وهنسيح ده كله مع بعض. تعالوا نكمل. شوية من الملح، فلفل أسود، ممكن نحط شوية جنزبيل أو زنجبيل بيضيع زفارة البيض خالص. طبعا الفلفل الأسود برضو قوي جدا. اللبن بقى 3 بيضات يبقى عليهم 3 كوبايات لبن، عشان هيتسقي بيهم 3 صواني. الطريقة دي طريقة أخت جوزي حبيبة قلبي وأختي لولا. ميرسي قوي يا لولا على الوصفات بتاعتك الجميلة، دايما بتدعميني كده ودايما واقفة في ظهري وجنبي على طول. ودي الخلطة دي كانت بصراحة هي اللي قايلة لي عليها، وقالت لي اعملي الطريقة دي هتعجبك جدا، ورقي بيها تطلع معاكي في منتهى الجمال. هيبقى متطعم كده وطالع طري معاكي ومورق في نفس الوقت، طعمه جميل. هنبتدي زي ما انتم شايفين، ورقتين ورقتين من كل اتجاه، يمين شمال وورق. وبعد كده هلف الصينية وهاخد الطرفين التانيين وهعمل نفس الطريقة بالظبط، والف كده رايح جايب الفرشة، وهو ده اللي يطلع التوريق في الاخر. يطلع الحاجات دي كده هشة معاكم جميلة. بعد كده ننزل بميكس الجبن، ممكن تخلوها فوق تحت زي ما انتوا عايزين. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان، وبعد كده شرايح البسطرمة. طبعا دي ملهاش ترتيب محدد، زي ما انتوا عايزين كده حطوا المتواجد عندنا. ممكن عندنا صدور فراخ، ممكن نعملها زي الشاورما كده ونحطها. ممكن ما نحطش اي حاجة من دي ونحط ميكس جبن بس، مع فلفل الوان، مع شوية زيتون، بتبقى تحفة. شرايح الزيتون دي بيخليها طعمها مايلة قوي لطعم البيتزا او الفطير الشرقي، يبقى طعمها جميل قوي. بجيب بقى الاطراف اللي بره دي وابتدي اسقيها برضو، وبعد كده اطبقها لجوه زي ما انتم شايفين كده. وبنفس الطريقة دي بكمل، بجيب الأحرف اللي بره كلها وبعدين بديها المسحة دي، وبعد كده بطبقها لجوه عشان يطلع معايا في الآخر الصينية دي كلها الشرايح بتاعتها كلها مورقة كده وجميلة. الطريقة سهلة جدا ما فيهاش أي افتكاسة. انتوا تتحكموا في حجم الصينية. طبعا زي ما قلت لكم بتطلعوا نصها بره ونصها جوه، بتطبقوها بمنتهى السهولة. وبعد كده بجيب طبقتين من بره، وبعد كده بساوي الأحرف وأطبقها لجوه خفيف، عشان أخلي سطح الصينية كلها متساوي من فوق وشكلها حلو. يعني دي طريقة اقتصادية جدا. كيلو من الجلاش ما شاء الله عمل لي 3 صواني من الحجم اللي انتوا شايفينه ده. يعني تأكل أسرة من 4 أفراد مرتاح جدا، كل واحد قطعتين هتبقى تمام قوي. وافضل كتير من اكل الشارع. حلوة قوي في المصايف، لان دي صواني ديسبوسيبل بتدخل الفرن وبعد كده بترميها. وانتي بتقطعي بالسكينة ما تجيبهاش للاخر عشان ما تقطعش الفويل ده، لانه بيبقى رقيق شوية. وبعد كده هديها مسحة خفيفة لو انا هدخلها بعد كده الفرن. لو مش هدخلها الفرن هقول لكم هنعمل مع بعض ايه. شايفين الحشوة جميلة وباينة قد ايه جميلة جدا. طبعا دي الطريقة التانية بقطعها برضو بظبطها. دي لو انا ماخداها مثلا مسافرة بيها او عايزة احطها في الفريزر لفترة تانية او تجهيز لعزومات، باخدها بس ما بدهنش السطح من فوق، وببتدي اقفلها بالشكل ده وافرزها. ممكن تقعد معايا اكتر من شهر. وفي الحالة دي بقى لو هنفرزه ومش هنسويه على طول،
هاخد السائل اللي احنا سقينا بيه وورقنا بيه، هبتدي أقسمه على 3 شنط متساوية، وكل شنطة هاسيبها مع الصينية في الفريزر. مجرد ما بيخرجوا بتخرجيها قبلها مثلا بكام ساعة، تبتدي السوائل والحاجات دي تفك مع الصينية، ابتدي أسقيها وأدخلها الفرن. مفيش أسهل من كده، هتوفري كمان وقتك وصحتك وفلوسك. النهاردة صاحية ملكيش مزاج تطبخي، جايلك ضيف فجأة، هتخرجيها ويدوب تدخليها الفرن. وهكمل بنفس الشكل كده. خرج الهواء كويس جدا واقفله جامد عشان الحاجات دي حجمها بيتضاعف في التلاجة لما بتتفرز. نيجي بقى للكيس الأخير، بصفيه كويس لأن الجزء الأخير ده بيبقى الفلفل الأسود مكتل ومخرز كده، فما ينفعش أفضيه لأن عايزة السائل زي ما انتوا شايفين يبقى لونه نقي. نفس الوضع، خرج الهواء وأسيب مساحة وأقفله كويس جدا وأفرزه مع باقي الحاجات. تعالوا نشوف طريقة تانية للنواشف أو الصواني اللي ممكن تفرزوها وتاخدوها معاكم وانتم مسافرين، أو ممكن تاخدوها معاكم تقعد معاكم طول اليوم بره البيت. لحمة مفرومة فيها شوية بسلة أو أي نوع خضر انتوا عايزينه، ممكن بشر جزر زي ما انتوا عايزين. ومعايا كيلو من الرقاق الطري، ده نص كيلو الأولاني اتفقت معاه إن هما يكونوا 6 ورقات، عشان في أوقات في الميزان بيبقى أقل من الورق ده. بحطه في كيس وبستخدم في الوقت ده النص كيلو التاني، بحطه في مية دافية وبخرج بالورقة بالشكل ده، وببتدي أديها الحشو الموجود عندنا. الحشوات دي طبعا ترجع لكم، يعني ممكن تحطوا مع اللحمة مثلا بشر جزر، ممكن تحطوا أي نوع خضار انتوا بتحبوه، ممكن تحطوا صدور فراخ معمولة زي طريقة الشاورما كده أو متعصجة عادي، وممكن تحطوا ميكس جبن مع فلفل ألوان. يعني كل الحاجات دي بتاعتكم انتوا. هكمل بنفس الشكل، بنزل بالورقة في الشوربة بتاعتي، بس تكون دافية ما تكونش سخنة قوي عشان الورقة ما تتقطعش. أهم حاجة لو مش موجود شوربة، ممكن تجيبوا مية، مكعب ماجي، ورق لوري، حبهان، وبتغلوه على النار وبتعمل شوربة مع شوية ملح وفلفل أسود. وبرضو بتسقوا فيها الورقة كده عشان تطري شوية، وتبتدوا تدوا الحشو زي ما انتوا شايفين كده. دي كمان من الطرق الاقتصادية الجميلة جدا. كيلو من الرقاق الطري عمل لي 3 صواني محترمين بحجم كبير، على نص كيلو بس من اللحمة المفرومة. يبقى كده اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ بتدوها بقى أي نوع خضار، جزر، بسلة، وتطلع معاكوا الصواني جميلة ومليانة وشكلها حلو كده، تكفي برضو أسرة كبيرة. بنفرزها بقى في الفريزر أو ندهنها زبدة وندخلها الفرن ونقطعها، يعني زي ما انتوا حابين، لسفر، لرحلة، تقضية يوم برا، زي ما تحبوا. الفيديو اقتصادي وجميل جدا. عملنا من كل كيلو 3 صواني الرقاق والجلاش. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وللأسف الفيديو انتهى. كانت معاكم صبا العرايشي. لو عجبكم لايك وشير كتير عشان الكل يستفيد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.